أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. في البداية أحب أقول كل سنة وأنتم طيبين لكل إخواتنا المسلمين في مصر والعالم العربي. كل عام وأنتم بخير وسلام وصحة، وربنا يعود عليكم الأيام بخير. كان العقيد محمد صلاح بيسأل سؤال مهم جدا. كتب يقول إنه عقيد مهندس، هل ده ليه مستقبل هناك؟ هو على المعاش الحقيقة، وايه طبيعة العمل اللي ممكن الواحد يشتغله في امريكا وانت عارف طبيعة الحياة في مصر يعني. او مرة تانية برحب بكل المشتركين معنا في القناة، اهلا بيكم معنا، وبعتذر عن التأخير وعن قلة الفيديوهات الفترة دي لاني الحقيقة مشغول جدا. ولكن ساعات بيجي لي اسئلة كده ما بقدرش استنى، بحس ان لازم ارد عليها يعني. بالنسبة للسؤال اللي سأله الاخ العقيد محمد صلاح، اللي هو عقيد مهندس متقاعد على المعاش، كان بيسأل الحقيقة السؤال بتاعه فيه 3 جوانب مهمين. الجانب الأولاني إن هو هل ممكن يلاقي شغل، ولو لقى شغل ده الجانب التاني طبيعة الشغل هتكون شكلها إيه، والجانب التالت في نهاية سؤاله بيقول أنت عارف الدنيا في مصر عاملة إزاي. الحقيقة يعني الموضوع دوت يكاد يكون موضوع بيشغل الناس كلها، خصوصا في الفئة العمرية ديت، اللي أنا كنت تقريبا من نفس الفئة لما جيت أمريكا. الحقيقة الموضوع مش عايز يعني أكون بأجمل الكلام وأقول الموضوع سهل وتعالى أول ما تيجي هتلاقي شغل والدنيا فاتحة لك دراعاتها وتشتغل بسهولة وتكون الأسرة وتبني الأسرة من أول وجديد بسهولة شديدة. لكن يعني أكون واقعي شوية. بالنسبة يعني أنا شفت ضباط كتير من كل دول العالم الحقيقة شغالين سكيورتي من أمريكا الجنوبية ومن يعني دول كتير لقيتهم بيجوا أمريكا، طبعا نفسهم إن هم يشتغلوا في شغلتهم، ولكن القانون في أمريكا مختلف فما بيقدروش يشتغلوا مثلا بوليس أوفيسر إلا لما بيبقى يعني يخش جانب تاني. لكن أول ما بيوصل بيرضى بأي حاجة، أي شغلانة أيا كانت، زيه زي أي إنسان عادي، وبعد كده يفضل يعني يدور على الحاجة اللي بيحبها اللي هي يعني جانب خاص كده بيه، يعني اللي يعرفه اللي هو السكيورتي، فبيلاقي شغل بسهولة في السكيورتي. ده طبعا بيتوقف بقى على اللغة، بيتوقف على حاجات على الصحة واللغة والعمر. أنا ما أعرفش العقيد يعني محمد صلاح هيكون سنه قد إيه، في الأربعينات خمسينات، ولكن حتى أنا لقيت ناس كتير أكبر يمكن في أواخر الخمسينات وجم كانوا ضباط بوليس في بلادهم وجم واشتغلوا وبعدين اشتغلوا سكيورتي ومبسوطين يعني، مفيش حاجة مضايقاهم. بالنسبة لنقطة الهندسة بقى، أنا برضو مش عارف تخصص حضرتك إيه. لو يعني أي حد بيجي أمريكا حتى لو معهوش بكالوريوس هندسة، لو بيعرف برمجة، بيعرف كويس كمبيوتر أو نتوركينج، بيشتغل على طول. هذه مهنة أنا قلت كده كتير في فيديوهاتي، دي مهنة من أكتر المهن المطلوبة في أمريكا، أن يكون عند يعني حضراتكم دراية بالكمبيوتر وخصوصا البروجرامينج. يعني المبرمجين هنا بياخدوهم بسرعة جدا، ما بيهموش بقى إذا كنت معاك شهادة إيه أو لا، مش مهم، المهم إنه بيعرف. فيعني شفت وقابلت مهندسين كتير معاهم بكالوريوسات هندسة من مصر في الكمبيوتر ساينس، وأول ما بيجوا أمريكا هنا بيشتغلوا الحقيقة، يعني دول بيخطفوهم، بيبقوا محتاجينهم في كل المجالات يعني. بالنسبة يعني الوضع برضو حضرتك هتيجي ازاي. لو انت جاي قانوني يعني هتبقى الدنيا اسهل شوية. لو انت جاي غير قانوني الموضوع صعب. يعني لو انت جاي غير قانوني يبقى لازم تحول وضعك من وضع لا قانوني الى وضع قانوني عن طريق بقى التقديم بطرق، يعني مش موضوعنا النهاردة، ولكن لازم تحول وضعك لوضع قانوني عشان يبقى عندك سوشيال سيكيورتي، يبقى عندك يعني جرين كارد على الاقل او حاجه زي كده، ان انت تقدر تقدم على اشغال من النوع ده. في ناس كتير بتيجي وتروح نيويورك وتشتغل، لكن انا ضد الاتجاه ده لان هو صعب جدا. الناس اللي بتيجي وتشتغل من الورق ده صعب جدا وضد القانون، ولا احبذه. انا بتكلم عن الناس اللي هتيجي هنا قانونا وتعيش في امريكا بشكل قانوني يعني. بالنسبه لانك تعمل معادله، ممكن تعمل معادله
في امتحان يعني حتى يعني قريت كده في عجالة ان ممكن تعمل امتحان وتاخد اللايسنس، ولكن بيقولوا ان الموضوع مش سهل قوي ان انت يعني تعدي الامتحان دوت. لو انت مش جاي امريكا قانوني، في فيز كتير بتعطى، انواع من الفيز بتعطى للمهندسين، ولكن دي هنتكلم يعني ممكن نعمل لها حلقة مخصوص. والحقيقة يعني برضو في نهاية كل موضوع من دولت بيكتب كاتب المقالة أو شركة السياحة اللي كاتبة الموضوع أو المنظمة اللي كاتبة الموضوع بتكتب في الآخر إن أنواع الفيز دي مش سهلة. في ناس كتير بتقول الكلام ده سهل بس تعالى وقدم لا، الكلام مش سهل يا جماعة. يعني هما اللي أنا استخلصته من الموضوع إن هما بيبقى بياخدوا مهندسين وبيطلبوهم وهم عايشين في بلادهم لما يكون تخصص نادر أو هو يعني يكاد يكون عالم في الحتة بتاعته، أو هو محتاج التخصص دوت عشان بيعمل حتة مثلا في وزارة الدفاع الأمريكية في صاروخ معين محتاج سيركت معينة مش عارفين هم يعني أو بادئين فيها وعايزين مساعدة، فبيجيبوا اللي هو متميز في الحتة ديت يدوله الفيزا ويجيبوا عياله ويجيبوا يعني بيعملوا كده. بس ده بيكون تخصص نادر وحد عامل بحث نادر هم محتاجينه بياخدوه. ده موضوع مش سهل، بس يعني ممكن يبقى موجود على اليوتيوب كنوع من انواع جذب المشاهدين بس، او جذب المشاهدات او الحصول على مشاهدات اكبر. ولكن الموضوع مش بالسهوله دي. انا قابلت مهندس بالمنظر ده، بس ده واحد فز يعني. ده يعني بقالي 13 سنه في امريكا، واحد بس اللي قابلته من النوع ده، وجابوا اولاده وجابوا عيلته وقاعد هنا. بس هو كان يعني تفكيره وعقليته مختلفة شوية فوق المستوى الطبيعي بتاع الناس العاديين يعني، عشان كده خدوه. فالموضوع لما تيجي تلاقي شغل هتلاقي شغل، هتشتغل بداية أي حاجة وبعد كده تلاقي سكيورتي. بالنسبة لموضوع الهندسة ممكن لما تيجي وانت جاي قانوني وانت معاك بكالوريوس هندسة، لو معاك كمبيوتر هتشتغل بسرعة شديدة جدا، مش محتاج تعمل أي حاجة. يعني دي اكتر تخصص بيطلبوه في امريكا، اللي هو البرمجه بشكل خاص يعني، والنتوركينج كمان اللي بيحتاجوها قوي. لقيت ناس كتير بتسال عن نفس الموضوع ده ومتخوفين من البدايه يعني. الحقيقه الموضوع مش عايز اقول ان هو صعب جدا او يعني مستحيل، لا هو مش مستحيل. ممكن ناس كتير جت واشتغلت وبدات السلم من اوله، لانك بتيجي في بلد جديده وده بيتوقف على عوامل كتير بقى، اللغة والصحة والسن وحاجات كتير. لكن انت اول ما بتبدأ وتحط رجلك تشتغل شغلانة صغيرة بتلاقي ابواب تانية اتفتحت لك وبتشتغل، ممكن تشتغل تروح في حتة اعلى لغاية ما تلاقي التخصص بتاعك او تعمل معادلة او تمتحن امتحان عشان تاخد اللايسنس تعادل شهادتك. يبقى الجزء الثالث من السؤال هو يعني انت عارف طبيعة الحياة عندنا، او يعني طبيعة الحياة في مصر. اعتقد ان هو من مصر. الحقيقة يعني كل بلد وليها مشاكلها، وكل بلد وليها مزاياها وعيوبها. حتة الحياة صعبة يعني في مصر، أو ناس كتير بتشتكي من الحياة الصعبة في مصر أو في دول عربية يعني. أعتقد إن مصر عايشة في سلام، ما فيهاش حروب يعني، ما فيهاش مشاكل، وربنا يديمها نعمة يعني. بالنسبة للمواضيع التانية بقى اللي هي الغلاء الأسعار ومشاكل المواصلات ومشاكل الإسكان ومشاكل البيروقراطية كتير يعني. ولكن الحقيقة حتى الدول العظمى ليها مشاكلها يعني. حتى لو فكرنا في أمريكا هنلاقي ليها مشاكل برضو كتير، أولهم وآخرهم والناتج عنها يعني بقية المشاكل كلها حاجتين مهمين جدا، اللي هي التربية والحرية المطلقة. التربية يعني حتى لو حطينا يعني ان يعني طبيعة المهاجرين اللي بتيجي وازاي بيربوا اولادهم، او طبيعة المهاجرين اللي بتيجي وبتتشغل عن اولادهم بكل يعني بريق المادية والاغراق في المادية الرهيبة هنا، وبينسوا عيالهم بيضيعوا يعني، ما بيعلمهمش اي حاجة. واحنا بنشوف الكلام ده كل يوم يعني قدام عينينا. فده بينتج عنه مشاكل كتير، بيرموا العيال لليوتيوب، بيرموا العيال للتلفزيون والجيمز، فبينتهوا الحقيقة يعني. الحرية المطلقة يعني مع عدم وجود تربية وغياب تقاليد وغياب
عادات الشعوب اللي بتيجي هنا. في شعوب بتحافظ بس الأغلبية مش بيحافظ، والولاد بيجروا ورا الحرية، ومثلا يعني بيفضل بقى مشاكل الجرائم وبيفضل مشاكل يعني انتوا عارفين ومتابعين الأخبار أكتر مني. ان حتى الموضوع وصل للاطفال الصغيرين التين ايجرز بدأوا يعملوا مشاكل ويرتكبوا جرائم يعني ناتجة عن الحتتين دول. فدي مشكلة كبيرة الحقيقة بتواجه المجتمع هنا. الحقيقة يعني انا القناة بتاعتي بقالها 2.5 سنين او اكتر، ما عنديش مشتركين، يعني يمكن 4500 مشترك، ولكن الكلام اللي انا بقوله الناس مش عايزة تسمعه، يعني ما يهمهمش ان يسمعوا اللي انا بقوله. هم يسمعوا حد بيقول لهم تعالى هنا وهتبقى مليونير في سنة، وتعالى هنا وهتبقى كده. مش دي الحقيقة. الحقيقة اللي انا بحاول اوصلها لكم هنا. انا بالنسبة لي يعني، طب انت قاعد فيها ليه؟ انا بالنسبة لي هنا الحياة افضل. مش بقول لك ان انت ما تجيش، انا بقول لك لما تبقى جاي على ايه وعارف ايه يعني. او لو انت قاعد في مصر او اي دولة عربية تاني بتبقى انت عارف برضو ان انت لو كنت جيت هنا كانت هتواجهك مشاكل من نوع اخر، مشاكل برضو مفيش حتة هتروحها يعني هتلاقيها يعني يوتوبيا او المدينة الفاضلة. مفيش مدينة فاضلة، هي كل العالم زي ما انتم شايفين النهاردة غرقان في مشاكل التضخم ومشاكل الحروب ومشاكل كتير ملهاش لا اول ولا اخر يعني. فاذا ما كانش ليك فرصة في الهجرة يعني ما تندمش، ارضى بنصيبك وخليك متفائل وعايش ومقبل على الحياة، لان برضو زي ما انا بقول ان هي الحياة في امريكا مش هي اللي انت بتشوفها في الافلام يعني. يعني دي اكتر نقطة اي حد عايش هنا بيلمسها، وخصوصا لو شغله بيتعامل مع جمهور او كاستمرز كتير هيبقى عارف اللي انا بقوله يعني. في ناس بتروج بقى يعني عامله الموضوع تهريج وتعالى وبتاع وجذب مشاهدات او حاجه زي كده، لكن الواقع ان الحياه هنا مش سهله. يعني اذا كنت بتعتقد الحياه في مصر مش سهله، الحياه هنا برضو مش سهله. اللي بيجي هنا لازم يكافح ويشتغل ليل ونهار عشان يبني نفسه، خصوصا لو كان سنه كبير لازم يبني نفسه يعني، فبيبدأ يشتغل أشغال كتير مش ممكن كان يقبلها في بلده. لكن أمريكا بتفتح دراعاتها للمهاجرين، بتساعدهم لأن هي محتاجة طبيعة العمل ديت، ومحتاجة الناس اللي من النوع دوت يشتغلوا ويفحطوا وينحتوا في الصخر، عشان في أشغال كتير الأمريكان مش بيحبوا يشتغلوها. فعشان كده هم بيرحبوا بالمهاجرين، لأنهم هيرضوا بأي حاجة في البداية، وده اللي هم عايزينه. هيشغلوا مصانعهم ازاي، ويشغلوا يعني هيشغلوا الحاجات اللي هي صعبة قوي على الأمريكان انهم يقبلوها ازاي، إلا إذا جابوا مهاجرين يعني. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.